السلام عليكم. في واحد من الفيديوهات اللي حطيت مؤخرا شفنا كيفاش الصين في ظرف 50 عام قدرت تحول من دولة مكحطة لدولة من اقوى الدول في العالم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا العكس تماما. دولة كان من الممكن بفضل مواردها الطبيعية تكون من بين اقوى الدول في العالم، لكن 50 عام كانت كافية باش يتكلاصاو من اكحط الدول في كل الكوكب. اعزائي الكرام، اعزائي الكرام، الامريكان واش هي الملك ولا الشيطان؟ اللي تيبان لنا دابا هو انها لعبة دور مول التيران، ويا ويل شي فار من الفيران باقي بارزط الجيران. اسمع غير اوكي هذا مكان. شهر 10 اكتوبر 2025 غيبقى شهر راسخ في اذهان الشعب المغربي، حيت هو الشهر اللي خرجوا فيه الناس للشوارع اكثر من مره فرحا وابتهاجا وسرورا. ما شاء الله انا فرحان برا اليوم، هادشي ناضي بزاف. فرحانه بزاف، واحد الفرحه ما عرفتي بحال شي. حنا فرحانين بزاف، وكانهم ماشي نفس الناس اللي خرجوا في شهر 9 شتنبر 2025 تيحتجوا على الصحه والتعليم. سبحان مبدل الأحوال، من احتجاجات وغضب واحتقان الفرحة وسعادة غامرة. فرحانين بقرار مجلس الامن اليوم، فرحانين بزاف هذا اليوم. حنا فرحانين والله ينصر سيدنا والله يشافيه. الله يبارك عمر سيدنا. راني فرحت بزاف، راني شكرانا، راني فرحت الحمد لله يا ربي. عاش محمد السادس، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش ينعدم. موت يا العدو والملك عنده شعبه. راني فرحانه بزاف، غادي نطير بالفرحه. هذه الفرحة ما جاياش من فراغ، هي قصة عمرها 50 عام، نص قرن من الصراع المفتعل اللي كلف خزينة دولة الأشقاء الجزائري ملايير الدولارات باش يقسموا المغرب، باش يشقوا على جوج. داروا خطة باش يريبوا لنا البلاد ديالنا. هذه الخطة كلفات المغرب أموال طائلة لا تعد ولا تحصى غير باش يتصدى لها ويحافظ على أراضيه. فلوس قد السخ ضعنا فيهم بسبب خوتنا في الإسلام اللي كنقراو معاهم في نفس القرآن، تصلوا معاهم 5 الصلوات، كنصوموا معاهم رمضان، كنحجوا معاهم في نفس الحج، ومتبعين نفس المذهب. يعني هما أكثر وحدين مقربين لينا، أكثر وحدين خاص تكون بيناتنا علاقات أخوية في الأحلام. لكن الحقيقة تقول مؤخرا هما أكثر وحدين ضروا المغرب، يمكن إلا أكثر ما ضراتو فرنسا، والله أعلم. انا ما كنتش حمايه ولا محميه تاعك، اذا هذا تاريخ، هذا ما نحرفش تاريخ. مع اللي محاربة تحريف التاريخ، الجزائر عمرها كانت تحت الحماية، هي كانت تحت الاستعمار الوحشي اللي دام ل 446 سنة تقريبا. 5 القرون، دخلوا العثمانيين سنة 1516 وبقاو 314 سنة، نجحوا فيها بالسيطرة على بزاف الأراضي، لكنهم فشلوا باش يدخلوا للمغرب. وشوف الدولة العثمانية قداش كانت وما قدروش يدخلوا للمغرب. ديك الساعة ما كانت لا الماركة لا تطبيع، يقرب بنادم يتطبع. المهم من بعد 314 سنة الدولة العثمانية بدات تضعف وهي تنوض فرنسا وتستغل الوضع، وغزات ما كان يعرف بالإيالة تابعة للدولة العثمانية. فرنسا في 1830 دخلت جرات على التواركة وجلست تماك تقريبا شي 132 عام. هذيك ال 132 عام المغرب كان ديما تيحاول فيها باش يعاون الإيالة تاخذ الحرية ديالها من فرنسا وتعيش بحالها بحال بنادم. نادوا الفرنسيس كعاو قالوا للمغرب انت واش ما تدخل السوق راسك؟ قال لهم لا، هادو راه كيف ما كان الحال راه كنصليو لنفس القبلة، خاصني نعاونهم. وهما يقولوا ليه يا سمير يهديك ربي، يا سمير يهديك ربي. والو تقول هو بغى يسمع الهضره ويتخلى على مساعده جيرانه، الشيء اللي غيخلي فرنسا دابا ولا عندها سبب باش تدخل تفرض الحمايه على المغرب سنه 1912، يعني 82 عام على استعمار الجزائر. وباش تفهم اكثر راه في 82 عام شوش قدرت دير، ووقعت المغرب خلاته بوحده، ومع ذلك قال لك لا انا والله ما نفوت خوتي. يا سمير يهديك ربي. قلنا فرنسا دخلت في 1912 خرجناها في 1956، يعني 44 عام من الحمايه وبس. خدا المغرب الاستقلال واول حاجه دار ماشي يهتم باموره، الا مشى للامم المتحده تيطالب فرنسا تعطي الاستقلال حتى للجيران. هاني فرضتوا عنا الحمايه بسببهم، حنا استقلنا وتوما خصهم يستقلوا، تما كحيت صحيح هدا تطبق عليهم. وهادشي اللي تنقول لك موثق بالصوره والصوت، ماشي مكتوب في شي وثيقه اللي نقدروا نقولوا انها تحرفات مع الوقت. ويؤلمنا ألم شديدا أن تجري في أرض جارتنا الجزائر الشقيقة معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم. جلالة المغفور له الملك محمد الخامس ملي كان تيدافع على الجارة ما كانش عارف ان نظامها نهار غادي يوعى بالاستقلال في 1962. اول حاجه غادي يفكر يدير من بعد الاستقلال هي بدا تيشوف المغرب ارض للاحتلال. وتخيل انت اكثر دوله دعماتهم ماديا وعسكريا وسياسيا وانسانيا، وترى والله الا داكشي اللي دار المغرب مع الجزائر ما يديروش المغرب مع راسو. عرفتي راه اكثر من داكشي اللي كتصور باش في الاخر نهار يتحروا يجندوا كاع الموارد الطبيعيه من غزو
وبترول باش يقسموا المغرب اللي كان سبب رئيسي، وغنبقاو نقولوها ونعاودوها، ونحمد الله طرا هذا الشيء في عصر فيه كل شيء تيتوثق صورة وصوتا. وما أشد رغبتنا في أن تباشر مفاوضات بين جميع من يهمهم الأمر. قلنا المغرب خرج فرنسا في 1956، وفي بلاص ما يكمل كفاحه ويهبط يحرر صحراءه ويخرج اسبانيا اللي كانت مستعمراها، قال هاني هذيك غير اسبانيا، جاو يصيدوا الحوت ما فيها باس، راه نهار نقول لهم يخرجوا راه غيخرجوا، دابا خلينا غير مع جيراننا حتى يخرجوا فرنسا. وفعلا بفضل المغرب قدرت الجزائر تاخذ استقلالها في سنه 1962. ذاك العام نيت ناض المغرب بارك لجيرانه وطلب منه يردوا ليه اراضيه اللي قطعتهم فرنسا لصالح الجزائر. قالوا ليه لا هذوك عطاتهم لنا ماما فرنسا الله يخلف عليها. هنا المغرب ما غيعجبوش الحال، هو يدخل معاهم فيما بات يعرف بحرب الرمال اللي وراها خرج الرئيس الجزائري بواحد التصريح وقال حقرونا اخواني حقرونا. استخدموا معانا حيل ضربوا بكي سبق وشكي، يعني الواحد كيكون ظالمك وملي كدوي على حقك كيرجع راسو هو اللي مظلوم وانت اللي ظالم. تما فين غادي يخرج جلاله المغفور له الملك الحسن الثاني الله يرحمه، وغادي تورخ بواحد الجمله باقا كتقال دابا: كنا ننتظر من كولومبو ان يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار. دازوا ايام ولا مره فشلوا الجيران باش يبينوا عكس هذا الكلام، بل اصروا انهم يكونوا ديما السباقين لقطع الصله مع المغرب. في الوقت اللي خاصهم يقووا العلاقات مع الجار اللي عاونهم ويقطعوا العلاقات مع فرنسا ومن استعمرهم، هما داروا العكس. قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسيه مع المملكه المغربيه ابتداء من اليوم. المهم قلنا من نهار استقلوا كان همهم الوحيد هما يفرتكوا الشمال المغرب. دازوا شي سنوات توصلنا لعام 1970 في مدينه العيون المغربيه اللي كانت تحت الاستعمار الاسباني انذاك. خرجوا الناس داروا واحد الانتفاضه سموها بالانتفاضه الزمله. تعتبر انتفاضه الزمله التاريخيه. هذه الانتفاضه داروها سكان الصحراء باش يجريوا على اسبانيا اللي كانت كتستافد من الحوت ديال الصحراء. بغاو تا هما ياكلوا الحوت، قالوا لها غتنوضي غتمشي في حالاتك. هي ما بغاتش بالخاطر، قالت لهم راه حرام تظاهروا وتخرجوا للزنقه وتقولوا هذه الهضره هذه. وهذا الذي يجعلني وغيري من علماء الأمة. في الاول اسبانيا قابلت الانتفاضه بقمع واعتقالات عشوائيه باش يسكتوا البشريه، ولكن اللي ما كانوش عارفين على ان بنادم بدا تيوعى وتيقرا في الثانويات والجامعات المغربيه. ولهذا كنا نحن اولاد هذه المنطقه هم اول شباب صحراوي يقرا في الثانويات والجامعات المغربيه. بنادم قرا يعني وعى يعني غيولي يدوي معاك على حقه. فناضوا تجمعوا الشباب وما ياسسوا واحد الجبهه لتحرير اراضي الصحراء لصالح المغرب بطبيعه الحال. هذه الجبهه هي اللي معروفه باختصار البوليزاريو. نقولوا على ان انتفاضه الزمله هي كانت عامل من عوامل تاسيس البوليزاريو. تماما، لاني انا واحد من الشباب الصحراوي من جيش التحرير. هاد الشباب تجمعوا وقرروا يطلبوا المساعده من بلادهم الام باش تساعدهم يخرجوا اسبانيا. فكان رد بعض السياسيين غريب. اتصل بالاحزاب المغربيه، الاحزاب المغربيه ما جاوبت معه. واحدين قالوا له خلوا السياسه لمواليها، انتم الدراري خلوا السياسه لمواليها. قال لهم سيروا الدراري راكم مازال دراري صغار على تهضروا في مواضيع كبر منكم. بدا اللقاءات مع السلطات المغربيه، كتب رساله بعد كاع السفاره، عطاها السفاره الليبيه والسفاره الجزائريه والسفاره الموريتانيه، كاملين يطلبهم على ان نحن ابناء جيش التحرير وعلى اننا نريد تحرير الساقيه الحمراء والذهب ونرجو منكم المساعده. هذا الطلب نقدروا نقولوا ان المغرب ما استجابش ليه بسرعه، بحكم ان تيشوف العلاقات مع اسبانيا تاريخيه. فهانيه خليهم راه غيجي النهار اللي بونو غيضحك عليهم. نهايه المطاف اللي دخلت تجاوره مع درس البصري اللي ذاك الوقت ما كان وزير داخليه، كان شخصيه في وزاره الداخليه، وشرحوا الاخبار ووضحوا ليه وقالوا عن اسبانيا استعمار وعدلت لنا في الزمله وعدلت لنا وساتنا 72، وانا نريد من الدوله المغربيه انها تعاوننا وتشجعنا باش نحرروا ترابنا. طبيعه الحال الطلب الا ما استجبش ليه كاينه ليبيا والجزائر غادي يستجبوا ليه وغادي يدعموا الجبهه باش تدوي على حقها، ولكن ماشي لصالح المغرب. هنا غيبغيو يبداو يدخلوا مجانبين ها بالرياض، تما عاد غادي يجري المغرب باللي ديك التعطيله اللي دار اش ممكن دير مستقبلا الا ما تحركش ورجع اراضيه اللي بداو الاطماع تيكثروا عليها. وبغيتي شعبي العزيز حينما تقع مثل هذه يسبقك لمسيرة استرجاع، يسبق المغرب شعب آخر من غير المغرب. أكيد لا أرضنا وحنا أولى بها من البراني. ما بقى شعبي العزيز إلا شيء واحد، أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. هنا تتعلم على مسيرة سلمية لإخراج إسبانيا واسترجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة. شنو بقى شبيه العزيز؟ بقى أننا خصنا نمشيو ندخلوا لمحلنا. الصحراء تفتحت لنا أبوابها قانونيا، اعترف لنا العالم بأسره على أنه كانت من قديم الزمن ديالتنا. يعني دابا ولا مطلوب من إسبانيا تخرج بسلام وبلا مشاكل احتراما للروابط التاريخية اللي جمعت شعوب المنطقة منذ قدم الزمان. ولا أظن أن شعب أصيل متمدين متحضر جارنا أحببنا أم كرهنا وأحب أم كره أنه غادي
يحفر واحد القناة ديال الدم بينه وبينه، لا أظن. ما خابش الظن وخرجت اسبانيا وخذا المغرب صحراء اللي على بونت كانت تمشي ليه. اسبانيا خرجت، ايران مصر ليبيا والجزائر، وهنا كندوي على الانظمه بطبيعه الحال. هاد الدول ما تسرطاتش ليهم، فوفروا على ما قدروا باش يحيدوا للمغرب صحراء اللي يلا خداها. نضت الجزائر اسست دوله وسط اراضيها اللي هي اراضي مغربيه ومتنازع عليها، واللي هي سبب اولى المشاكل اللي بين البلدين. فبلاص ما يردوا للمغرب ارضه ويقووا علاقاتهم، ناضوا اسسوا في دوك الاراضي دوله معترفين بها غير هما وشي شرذمه ديال الدول تحت مسمى قال لك كيدعموا تقرير المصير. افريقيا اللي تتنادي اليوم بتقرير المصير، افريقيا ستصبح يوما ما هي الضحيه الاولى لتقرير المصير، إنها غادي توقع فيها انقسامات وانفصالات بعد عن بعض. حصل والله حتى حصل. 50 عام بالضبط اللي دازت على هذا الخطاب، وانت تشوف في التحديثات اللي اخرهم ما يقع في السودان واللي تعتبر من ابشع ما عرف التاريخ. انقذوا السودان يا ابناء الصالحات. ولمتابعه حالات النزوح المستمره في السودان واخر ما وصلت اليه الازمه الانسانيه. ازمه انسانيه سميه كيوت توصف بها ابشع المشاهد اللي لا تليق بالجمهور. المهم نرجعوا 50 عام للور، لانني تصفحت تاريخنا بل تصفحت تاريخ العالم في هذه المدة الأخيرة. نص قرن والنظام الجزائري تيستنزف أموال كثيرة على قضية خاسرة من الأول. في 1975 فاش خدا المغرب صحراءه، سال الفيلم تلهى في روحك وطور بلادك تعيش بخير. عندهم من الموارد الطبيعية ما يخليهم يكونوا من أقوى الدول في العالم، بصح ماشي هضرة ديال الكارطون. واش أنا نمشي نستورد المايونيز والكيتشوب وما نعرف واش، ما كاين جزائري قادر يديرها. في عصر التكنولوجيا وداك الشيء اللي وصلت ليه الصين في 50 عام، كاين اللي باقي عنده مشكل مع المايونيز. ما نهضروش على البنيه التحتيه والعلاقات الدبلوماسيه المتزفته مع جل دول العالم، وواحد الميزيريه سبب التدخل في شؤون لا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد. شوف طياره دير لهم بسلامه دير لهم. مني تيشير لهادو زعما راه يكونوا تيشوفوا بوضوح، ترى تيديروا في راسهم اكثر من داكشي اللي قادر يدير فيهم العدو ديالهم بلا ما يتحرك من بلاصتو. هما قادرين يقللوا من رواحهم بلسانهم. وانا استخلص من كلام فخامة الرئيس بوتين انه صديق للعالم كله. بوتين استغرب الوقاحه اللحسه اللي بغى يلحسوا بها، فعادي يسهل المغرب تجنب روسيا في التصويت. عرفتي مين كدوي على العلاقات ديال الجزائر مع روسيا، طبيعي هي روسيا تعترض. الا كانت روسيا امتنعت لجلالة الملك والمغرب. باش روسيا والصين يدوزوا قرار جايبه الامريكان، هذا راه عمر شي متفائل ما كانت ليه في الحسبان، وكتسالي 50 عام ديال الخسران وكتبدا 50 عام ديال هكا جني البنان.